محمود النائب العام استلم ملف قضية الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 و3 فبراير اللي فات، ونكررها كثيرا. هي موقعة الجمل كما نعرفها وكما تابعناها. ده بعد ما انتهى المستشار محمود السبروت رئيس التحقيق في موقعة الجمل من التحقيقات، وقام بإحالة 25 متهم أو متورط في هذه المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها على الهواء، سواء اتهامات مختلفة. الاتهامات دي مشاركة، تدبير، تخطيط. والملف القضية تضمن تفاصيل خاصة بأدلة الثبوت بتشمل أقوال 87 شاهد من شهود الإثبات و29 ملاحظة من مستشاري التحقيق. الأسماء هي زي ما قلت لحضراتكم بالظبط 25 من المتهمين. الاسم الأول إلى الاسم العاشر، أهم 10 أسماء تبدأ مع فتحي سرور، صفوت الشريف، ماجد الشربيني، محمد الغمراوي، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجبري، يوسف هنداوي خطاب، شريف والي، وليد ضياء الدين، مرتضى منصور، إلى باقي التفاصيل القائمة الخاصة ب 25 متهم. يتم تحديد متى تحديدا يتم نظر هذه القضية. تم فتح المجمع بعد ما عدد كبير جدا من القوى السياسية، بعد ما الناس فهمت انه الاعتصام متاح، بعد ما الناس فهمت انه التعبير عن الرأي مهم ومطلوب. لا غضاضة في ذلك، الا انه ما نتكش على بعض، ما نتكش على احتياجات بعض علشان ما نخسرش التأييد السياسي. تم بالفعل النهاردة فتح المجمع مرة أخرى أمام الموظفين وأمام الناس اللي داخلين المجمع اللي هو الجهاز العصبي لاحتياجاتنا اليومية. طبعا النهاردة كمان تم التعامل مع عدد من المشاكل اللي حصلت على مدى ال 24 ساعة اللي فاتوا، فيما يتعلق بمحاولة دخول بلطجية، فيما يتعلق بممارسات ما لعدد من الباعة الجائلين. المهم انه تم فتح المجمع مرة اخرى بعد الاغلاق لمدة 3 ايام، وطالب المعتصمون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بانهم يستلموا المبنى لتأمينه. النهارده اتحاد شباب الثورة دعا المصريين للمشاركة في الجمعة المقبلة، عنوانها أو شعارها الإنذار الأخير في ميدان التحرير وفي كل الميادين في المحافظات المصرية. أكدوا على استمرار الاعتصام حتى يتم تنفيذ كل المطالب. واتحاد شباب الثورة أكد أيضا على نقطة مهمة جدا، هي رفض أي محاولات لترقيع وزارة الحكومة الحالية، وزارة الدكتور عصام شرف، وطالبوا باستقالة كاملة. احنا معانا دلوقتي الدكتور مصطفى النجار. بنرحب بحضرتك معانا دكتور مصطفى. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. دكتور مصطفى، ايه المتوقع في الساعات والايام اللي جايه وفقا لما لدينا؟ النهارده حصلت حركه كبيره في وزاره الداخليه، واحنا في انتظار من ساعه للتانيه وفقا للاهرام مثلا تعديل وزاري فيه 80% من التغيير. يعني هناك خطوات ايجابيه تم الاعلان عنها، وعلى راسها يعني عمليه التطهير داخل الداخليه، وطبقا يعني الكلام ائتلاف شباب ضباط الشرطه يقولون ان ما حدث ايجابي حتى الان، ويمثل حوالي 80% من التطهير الذي كان يجب ان يحدث في الداخليه. أيوة. وهذا شيء مهم. اما بالنسبه لحكومه الدكتور عصام شرف، هناك بالطبع اختلاف في وجهات النظر حول استمرار عصام شرف كرئيس الوزراء ام تشكيل او تكليف شخص اخر بتشكيل الوزاره الجديده. ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه اعتقد ان الدكتور عصام شرف قد اخذ فرصته، وانه يعني اخفق خلال ال5 شهور الماضيه في اداره ملف التحول الديمقراطي، وكان هناك غياب ملحوظ للاداء السياسي للحكومه ولشخص الدكتور عصام شرف. وكما يقول البعض يعني انه ربما يكون مكبل من المجلس الاعلى او ليس لديه صلاحيات. كنت يعني اعتقد ان اذا كان الحال بهذا الشكل كان الافضل له ان يعود الى ميدان التحرير الذي اتى منه،
فأنا أميل شخصيا إلى أن يعني يكون هناك تشكيل جديد للوزارة لا يقود الدكتور عصام شرف. وجهة النظر دي وجهة نظر ثابتة أم إنها ممكن يعني يعاد اختبارها أو يعاد النظر فيها إذا كان التغيير القادم في الوزارة كبير؟ يعني هذا الموقف المبدئي يعني، ولكن أيوة. يعني الأحداث يعني عندنا من المرونة ما يكفي للتعامل مع التطورات. في نفس الوقت أحب أن أشير إلى رفض يعني عدد كبير من الشباب الموجودين في الميدان وأنا منهم لتسمية الجمعة القادمة بجمعة الإنذار الأخير، ونراها تسمية بها الكثير من التجاوز وتسمية غير لائقة. أيوة. ومن أوصل إلى الإعلام أنها بهذا الاسم أعتقد أنهم بعض الأفراد الذين لا يعبرون عنها. بنشكر حضرتك على التصحيح والتدقيق، ولكن إيه الشعار اللي ممكن يرفع يوم الجمعة اللي جاي؟ يعني أراها هي جمعة استكمال مطالب الثورة أو جمعة التطهير، لأننا يعني من ننذر إنذارا أخيرا. يعني نحن لسنا ضد نظام نريد إسقاطه كما كنا في 25 يناير و28 يناير. نحن مع مجلس عسكري انحاز إلى الثورة في يوم 1 فبراير وانحاز إلى الشعب. نختلف مع أداؤه السياسي ونختلف يعني مع بعض الممارسات، ولكن لا يصح أن نقول أنها الإنذار الأخير، لأنه هذا يعني يتجاوز اللياقة سواء مع المجلس العسكري أو حتى مع مجلس الوزراء. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسي حزب العدل الجديد. بشكرك على وجودك معنا في الحياة اليوم، ومؤكدا على مسألة التسمية أو مسألة الشعار. الشعار ده ممكن يفرق أو يجمع زي ما شفنا الجمعة اللي فاتت فيما يتعلق أنه كان الأكثر جاذبية لغير المسيسين، للناس اللي ملاش في السياسة، الثورة أولا، مؤكدا أنه ليس الإنذار الأخير هو الشعار الخاص بيوم الجمعة المقبلة. النهاردة اجتمع حوالي أكثر من 24 حزب من الأحزاب القديمة والجديدة على مستوى مختلف على ده الاجتماع السادس للتحالف الديمقراطي من أجل مصر. في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على 8 مطالب، 8 مطالب يتم تقديمهم إلى الجهتين المنوط بهم إدارة المرحلة الانتقالية في مصر، هي المجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. يؤكد المجتمعون على أهمية تلبية مطالب الثورة والتي تمثل حجر الأساس لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. ومن بين الأهداف العاجلة التي نرى أهمية تحقيقها في المرحلة الحالية المحاكمات العادلة والعاجلة للرئيس ورموز النظام كنا بنتابع مع حضراتكم الموقف اللي تم الإعلان عنه من خلال أكثر من 28 حزب مصري، سواء زي ما قلنا من القديم والجديد، لموقف واحد يتم التعبير عنه في 8 مطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمجلس الوزراء. لا يمكن عدم الالتفات إلى كل التطورات المختلفة والتصريحات القادمة من مدريد أو القادمة من ممثل مدريد في القاهرة، ممثل أسبانيا في القاهرة، وهو السفير الأسباني فيما يتعلق طبعا بقضية حسين سالم. النهاردة السفير الأسباني في القاهرة صرح بأنه أسبانيا هتتعاون مع مصر بشكل جيد بخصوص تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم الموجود حاليا في أسبانيا، لكن هو أيضا ذكر أنه الحكومة الأسبانية وافقت على بداية إجراءات قانونية يتم من خلالها تسليم حسين سالم لمصر، ولكن هذه إجراءات قانونية، لأنه أسبانيا في نهاية الأمر أو الحكومة الأسبانية لن تقوم بإجبار القضاء أو النائب العام الأسباني على أي نوع من القرارات.